بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا حسابي الأساسي كنت أعمل منه بث في هذه الدروس، لكن تم الحظر. تم حظر الحساب لعدة أيام. إن شاء الله نحن مستمرون من هذه القناة إلى أن يرفع الحظر هناك. ربما تحظر هذه، ربما تغلق هذه، سنفتح قنوات أخرى ونوصل صوت الحق بإذن الله عز وجل. طبعا أنا حديثي كان عن النبوات. كنت أتكلم عن النبوات. تكلمنا عن العقيدة الإلهيات، تكلمنا بعد ذلك عن النبوات، ما يجب في حق الأنبياء وما يجوز عليهم وما يستحيل، وعن ثبوت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نكمل فصل. ومما يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى أرسل نبينا رحمة للعالمين. هذا مما يجب علينا اعتقاده، أن الله عز وجل أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومما يجب اعتقاده أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين، إنسا وجنا وملكا. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين، إنسا وجنا وملكا، لا من الجن ولا من الملائكة ولا من الإنس. أفضل الخلق أجمعين من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا مما أجمع عليه المسلمون، إلا من شذ من المعاصرين كابن عثيمين وأمثالهم، الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأفضل الخلق، وقد جاءوا بذلك، وهذا لأنهم لا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك، ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق؟ والدليل على ذلك أن أمته أفضل الأمم كما سيأتي بيانه. ولا شك أن خيرية الأمم إنما هي بحسب كمالها في الدين، وذلك تابع لكمال نبيها الذي اتبعته، فتفضيلها تفضيل له، وكون الشفاعة العظمى له دون جميع الخلق. حتى الشفاعة العظمى يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست لغيره من الخلق. الشفاعة العظمى حينما يلجأ الخلق كلهم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس، من هي؟ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل الأنبياء والخلق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذا ما اشتهر في سبق نبوته على الكل. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في الخلق ولد يعني بعد جميع الأنبياء، لكن نبوته سبقت الجميع. في الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. حتى حديث توسل سيدنا آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، صححه الخطيب البغدادي وصححه الحاكم وغيره من أهل الحديث والعلم. طيب، أخذ الله الميثاق على كل الأنبياء أن يتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويليه في الفضل بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من؟ قال: ويليه في الفضل سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم نوح، سيدنا نوح، ثم بقية الرسل. إذن أولو العزم أفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا نوح، ثم باقي الأنبياء 25 المذكورون في كتاب الله، ثم باقي الرسل، ثم باقي الرسل، ثم بعد ذلك يأتي رؤساء الملائكة، سيدنا جبريل وملك الموت وإسرافيل وميكائيل.
أسعدكم الله. الله يسعدكم. إلهي أسعد الله صباحكم. هل الإمامة أفضل من النبوة؟ كيف الإمامة أفضل من النبوة يعني؟ يعني نحن إذا في أمور وشروح يعني نغوص فيها، والله لا أعلم بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول بصفته رسول، وأيضا نبي بصفته النبوة. كما قلنا كل نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني باعتباره يعني نبي المسلمين وإمام ورسول العالمين، هو إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم، يعني ربما من هذا الاعتبار. طيب، ثم رؤساء الملائكة بعد ذلك. وأفضل الخلفاء يأتي بعد الأنبياء والمرسلين من؟ وبعد رؤساء الملائكة يأتي بعدهم سيدنا أبو بكر أفضل الخلفاء. هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية. أفضل الخلفاء بعد الأنبياء والمرسلين وبعد رؤساء الملائكة يأتي الخلفاء الأربعة الراشدون، وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا واحد إذا قال من هو أفضل رجل في الأمة المحمدية، يقول طبعا سيدنا أبو بكر. طبعا هذا من حيث الظاهر، لكن من أفضل رجل بالأمة المحمدية هو سيدنا عيسى، باعتباره من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي ورسول أيضا، لكن هو أيضا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي وسيحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا سيدنا الخضر على قول من قال بأنه نبي، ففي هذه الحالة هو أفضل من سيدنا أبو بكر، لأنه من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من أدرك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على قول من قال أنه ولي وليس بنبي، لا، سيدنا أبو بكر يبقى الأفضل. طبعا إذا خذ قاعدة بعد الأنبياء والمرسلين يأتي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا سيدنا أبو بكر مكث في الخلافة 2 و3 أشهر و10 أيام. ويليه في الفضل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يليه في الفضل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومكث في الخلافة 10 سنين و6 أشهر و8 أيام. ويليه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومكث في الخلافة 11 سنة و11 شهرا و9 أيام. ويليه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومكث في الخلافة 4 سنين و9 أشهر و7 أيام. إذن هذا هو الترتيب: سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي. ويليهم في الفضل بقية العشرة المبشرين بالجنة. حفظوا أولادكم، يجب أن نحفظها حتى نحن. 10 المبشرون بالجنة. لماذا قال بقية 10 المبشرون بالجنة؟ سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. بقية 10 باقي 6 من؟ سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا الزبير بن العوام. هؤلاء أفضل الصحابة، أفضل الصحابة. سيدنا إذن طلحة بن عبيد الله، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا سعيد بن زيد، وسيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء أفضل الصحابة رضي الله عنهم، 10 المبشرون بالجنة. يأتي بالفضل بعد ذلك أهل غزوة بدر الكرام 313 رجلا كانوا، ثم أهل غزوة أحد وكانوا 1000 تقريبا، ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400، وقيل 1500، وقيل لها بيعة الرضوان لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طبعا واحد بيقول لي ورد أحاديث عن سيدنا علي في مزايا سيدنا علي في البخاري، ورد أحاديث عن مزايا بعض الصحابة، طبعا عن مزايا سيدنا الحسن والحسين في كتب أهل السنة البخاري ومسلم وغيرها. ورد كثير من المزايا والفضائل لآل البيت ولسيدنا علي ولسيدنا الحسن والحسين وغيرهم، وفي مدحهم. طبعا هل هذا يقتضي أنهم أفضل من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه؟ لا، المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي
الأفضلية. ومثلا نحن نقول أهل بدر الكرام أفضل الناس بعد العشرة المبشرين بالجنة، لكن عندنا مثلا هناك أشخاص بشكل عام هذا، لكن مثلا السيدة عائشة، السيدة فاطمة، هؤلاء طبعا في الفضل يسبقون أهل بدر الكرام وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. قال: وأفضل النساء مريم ابنة عمران. طبعا مريم ابنة عمران بالأمم السابقة، لكن سيدتنا فاطمة وخديجة وعائشة في جميع الأمم هم الأفضل. هنا يقول يرتب أنه أفضل النساء سيدتنا مريم بن عمران، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم عائشة وآسية، لكن خير النساء فاطمة بنت محمد، ثم سيدتنا خديجة، ثم سيدتنا عائشة. لا يمكن أن يكون يعني باقي النساء حتى آسيا ومريم أفضل من السيدة فاطمة وعائشة وخديجة رضي الله عنهن وأرضاهن. هؤلاء سيدة نساء العالمين سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بلا منازع، حتى أن السيدة مريم سيدة نساء عالمها، لكن سيدة نساء العالمين هي من بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة سيدنا علي بن أبي طالب، وأم سيدنا الحسن والحسين، لا يوجد لها شبيه. سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، والسيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وسيدتنا خديجة رضي الله عنهن جميعا وأرضاهن، لا نفرق من عند أنفسنا. قال: أفضل النساء مريم ابنة عمران، فاطمة، خديجة، عائشة، آسية، نسلم بذلك كله رضي الله عنهن وأرضاهن، وأدخلنا الجنة بشفاعتهن رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا. قال: ويجب الإيمان بالأولياء. من عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث فضلاء الحنابلة وغيرهم، يجب الإيمان بالأولياء، فمن أنكر وجودهم كفر لمصادمة القرآن الكريم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من فترة شفت منشور في الفيس عم بقول واحد: مين أحب الشيخ لقلبك؟ يعني صاير مسألة المشايخ أمر هزلي والعياذ بالله. ففي ناس كتير والعياذ بالله وقعت في الكفر من حيث لا تدري، بيكتب على أحسن شيخ، وما في شيخ، وما بحب المشايخ، وما بحب ما بعرف إيش. طيب المشايخ إن أهل فقه وعلم ولا من أهل فقه وعلم؟ أهل قرآن ولا من أهل قرآن؟ إذا لم يكن أهل الفقه والعلم والقرآن أولياء الله، فما لله أولياء كما قال بعض السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فأنت عم تغلط على أولياء الله، عم تغلط على حملة القرآن، عم تغلط على علماء الفقهاء، عم بتقول على أحسن شيخ. أنت وقعت في الكفر، أنت وقعت في الكفر والعياذ بالله. الناس ما بقى تفرق أبدا، الناس صارت تستهين بأهل الدين، الناس صارت تستهين بالفقهاء والعلماء بأهل القرآن، صار عندهم حذاء اللاعب أغلى من القرآن والفقه ومن كل شيء. طيب، قال: وكذا يجب اعتقادك. إذن يجب الإيمان بالأولياء، فمن أنكر وجودهم كفر لمصادمة القرآن الكريم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، وكذا يجب اعتقاد كرامتهم، والكرامة أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح غير مقرون بدعوى النبوة. يعني الأمر الخارق، الكرامة التي تظهر على يد إنسان صالح غير مقرون بدعوى النبوة. إذا كان واحد يدعي النبوة وظهر على يديه أمر خارق للعادة نسميه معجزة. أما إذا كان غير مدعي النبوة، إنما مجرد أنه هو إنسان صالح
إنسان صالح وظهر على أيديه كرامة، قال هذا نسميه كرامة وليس معجزة. وكل ذلك ورد به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. ومما يجب اعتقاده أن أئمة الدين كلهم عدول. مثل هذا اللي هلا بقول إنه أغلب العلماء بكذبوا. طبعا حضرته لأني أنا درسي للناس المسلمين المؤمنين العقلاء. مما يجب اعتقاده عندنا أهل السنة والجماعة أن أئمة الدين كلهم عدول. أئمة الدين سيدنا الشافعي، أبو حنيفة، مالك، أحمد، أبو الحسن الأشعري، أبو منصور الماتريدي، هؤلاء كلهم عدول، ومن قلد واحدا منهم نجا. ثم الأئمة ثلاثة أقسام: قسم اعتنوا بضبط الفقه وتحريره على الكتاب والسنة، والمشهور منهم سيدنا أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رضي الله عنهم، وكلهم على هدى من الله. هذا القسم بماذا اعتنوا؟ بتحرير الفقه، بضبطه. هؤلاء الأئمة المجتهدون في الفقه. والاختلاف بينهم بين هؤلاء الأئمة الشافعي وأبو حنيفة ومالك، نحن إذا قلنا الشافعي وأبو حنيفة لا نعني فقط الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد، نعني أيضا جيوش العلماء من ورائهم، جيوش العلماء الذين اعتنوا بمذاهبهم. قال والاختلاف بينهم في الفروع لا يضر بل هو رحمة. القسم الثاني من العلماء قسم اعتنوا ببيان أصول الدين. إذن القسم الأول الفقه، القسم الثاني بيان أصول الدين. مين؟ مثل سيدنا أبو الحسن الأشعري، سيدنا أبو منصور الماتريدي. قال وأثبتوا أصول الدين ببيان أدلتها من العقل والنقل، وردوا شبه أهل الضلال، ردوا شبهات أهل الضلال. هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم سيدنا أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. كثر في زمانهم المجسمة، أهل الزندقة، الإلحاد، غيرهم. فماذا فعل سيدنا أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي؟ ردوا شبهات أهل الضلال بماذا؟ بأدلة عقلية ونقلية. لأن الملحد إذا جاءك ويحتج عليك بأمور لا تقول له قال الله وقال الرسول، هو لا يقتنع بقال الله وقال الرسول، إنما بأدلة عقلية. لذلك سادة الردود وسادة المعقول والمنقول هم السادة الأشاعرة. إذا قلنا كما قلنا، إذا أطلقنا الأشاعرة نعني بهم الأشاعرة والماتريدية عند الإطلاق. قال لماذا؟ لأنهم يعني حتى في كتبهم من يريد أن يرد على الملحدين الآن وعلى غيرهم من الفرق الضالة لابد إلا أن يأخذ من كتب الأشاعرة. أما الردود اليوم التي نراها في وسائل التواصل، تيك توك ما تيك توك، هي عبارة يعني، وللأسف مشاهير بقول لك الشيخ فلان والشيخ فلان، كلها ردود مغالطات منطقية، ليست ردود في الصميم. لذلك كثرت المهاترات، هذا يرد على هذا، وبيجيك نصراني بيرد على هذا الشيخ، وبيجي شيخ وبيجوك بيقتطعوا كلام من جزء من كلام هذا الشيخ اللي بسمي حاله دكتور نور الدين وغيره، بيقتطعوا كلام وبيقولوا شوفوا المسلمين كيف بيقولوا. ليش؟ لأن الردود اللي عم بيعملوها عبارة عن مغالطات منطقية لا تصح. يعني مثلا بيجي واحد نصراني بيجيب شبهة، هالشبهة لما بيجيبها نحن شلون بيجوا بردوا عليه؟ شلون إذا أطفال تقاتلوا مع بعض وبقول له والله أنت امبارحة هربت من المدرسة، بدي أقول له للأستاذ يأتي ويقول له وأنت امبارحة كنت عم تحكي في قلب الدرس. هيك طريقة الردود الطفولية. إذ من أراد أن يرد لابد له من كتب الأشاعرة. لذلك بفترة ما ظهر شخص يعني ورد جميل على ذلك النصراني رشيد حمامي، لكن لم يكن الرد قويا، مع أنه في بعض الردود التي وفق بها أخذها من كتب الأشاعرة وهو ليس أشعري، لكن لم يتعمق من كتب الأشاعرة بردود الأشاعرة على أهل الإلحاد. لذلك لم يكن رده قويا. لمن أراد أن يتصدى للرد عليك بقراءة كتب الأشاعرة وأدلتهم، خصوصا لحجة الإمام الغزالي وأمثالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، الدكتور البوطي غيره حتى من المعاصرين
هناك من استوفى أدلة بردود أدلة قوية ومنطقية. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالتفرغ آه، يعني جمع هذه الأدلة إن شاء الله من مصادرها والردود. لكن كل يومين القناة محظورة، كل يومين في عنا شغلة، كل يومين سبحان الله ما عم نحسن نتفرغ، والحياة اللي بتحتاج لعمل وشغل وصعب في بلاد الغربة لا يمكن التفرغ. نسأل الله أن يلهمنا التفرغ حتى نحضر الأدلة والردود من مصادرها التي لا يمكن لا أن تجتزأ ولا أن تقتطع ولا يمكن أن يرد عليها أبدا بإذن الله عز وجل. الله يحفظكم إلهي. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. قال القسم الثالث من الأئمة. إذن قلنا أئمة الدين كلهم عدول. قسم اعتنوا بضبط الفقه وتحريره على الكتاب والسنة، قسم اعتنوا ببيان أصول الدين، قسم اعتنوا بتطهير النفوس من الخبائث الباطنة ومن أمراض القلوب كالكبر والحسد. يعني هؤلاء أئمة التصوف كأبي يزيد البسطامي والشيخ عبد الخالق الوجدواني والشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي والشيخ أحمد الفاروق السرهندي الإمام الرباني والشيخ الجنيد البغدادي وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي والسهروردي ومعروف الكرخي والسيد عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد الرفاعي وأضرابهم من الصوفية رضي الله عنهم، وشيخهم سيدنا الجنيد البغدادي وذنون المصري وأتباعهم فيما دعوا إليه من تقوى الله سرا وجهرا، واتباعهم فيما دعوا إليه من تقوى الله سرا وجهرا فرض، والكل على هدى من الله كأئمة الفقه، وبنوا أمرهم على اعتقاد أهل السنة والجماعة وفقه العلماء المجتهدين. واحد بيجي هلا مثلا بيقول لك هاي عقيدة الصوفية، أي التوسل عند الصوفية، هذا معناته ما هو فهمان ما هي القضية، لم يفهم ما هي القضية. لا يوجد شيء اسمه اعتقاد الصوفية كذا أو الاعتقاد عند الصوفية كذا أو الحكم عند الصوفية كذا. نحن عندنا إذا بدك تحكي عن أمر فقهي مثل التوسل، مثل الوضوء، مثل المسح على الخفين، لا تقول لي عندكم أنتم الصوفية والأشاعرة، وإنما تقول لي عندكم أنتم الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنابلة. لما بدنا نحكي عن العقيدة تقول عند الأشاعرة أو الماتريدية أو أهل الحديث عن الاعتقاد. لما بدنا نحكي عن التربية والسلوك منقول عند أهل التصوف. فالتصوف ليس لا فقه ولا عقيدة، لأن أهل التصوف اتبعوا أحد المذاهب الأربعة، الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، واتبعوا في العقيدة إما الأشاعرة أو الماتريدية أو فضلاء الحنابلة أهل الحديث. هؤلاء هم أهل التصوف. يعني لا يوجد شيء واحد لما تناقش يقول أنتم عندكم الصوفية وأنتم، هذه مغالطة من المغالطات المنطقية والعور الفكري الذي ابتلينا به للأسف وطفح به مجارير وسائل التواصل. قال ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى قد أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة إلى جميع المكلفين من الإنس والجن. رب العالمين أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة إلى جميع المكلفين من الإنس والجن. قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا. طيب، ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى ختم به النبوة والرسالة. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن خاتم الأنبياء والمرسلين من ختم به النبوة والرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طبعا الإسراء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بروحه كما قال البعض أو منام، لا، بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، جسمه، روحه صلى الله عليه وسلم. لذلك كذب المشركون. لو كان فقط قال منام أو روح ما كذب المشركون ذلك.
وبعدين رب العالمين قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال سبحانه، سبحانه تبدأ بشيء للتعجب، يعني شيء عجيب. أنا مثلا رأيت شيء عجيب أقول سبحان الله. فرب العالمين بدأ بسبحانه بهذه الحادثة. لو كان الأمر أنه الإسراء مجرد منام أو بالروح ما كان بدأ سبحانه وتعالى بهذا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من بعبده. ماذا قال؟ أسرى بعبده، لم يقل لا بروح عبده، بعبده لفظ صريح. الإسراء كان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم عرج به إلى السماوات العلى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما بعد السماوات العلى إلى سدرة المنتهى وإلى العرش. قال ومما يجب اعتقاده أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره. مثل هذا أحد الخسيسين لما قيل له أنه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يعني أنا ما قصدي يعني ناس متخلفين عقليا، جاوب على السؤال ولا ترى بعطي سؤال. قال ومما يجب اعتقاده أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخسيس الذي سئل هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لم يجب بصراحة وإنما دلس، لأن كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ستلزمه الحجة في التوسل في كثير من الأمور. لكن قال اسمعوا ماذا قال، وموجود في اليوتيوب الخسيس هذا. قال النبي حي في قبره، أبو بكر حي في قبره، أصبح يعدد إلى أن وصل وقال وفرعون حي في قبره. كيف يعني فرعون حي في قبره؟ يعني حياة النبي مثل حياة فرعون، يعني أنه يشبه حياة النبي صلى الله عليه وسلم بحياة فرعون، أنه الحياة البرزخية. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ليس كحياة البرزخ كباقي البشر، وإنما في حياة أعلى وأشمل. مراتب الحياة هناك مراتب. في مرتبة حياتنا نحن، الحياة الدنيا مقيدة، لازم ناكل حتى نشبع، لازم نشرب الماء، لازم نمشي حتى نوصل، مقيدة بقيود، مقيدة بقواعد فيزيائية. أما الحياة الأعلى والأشمل مثلا حياة أهل البرزخ لا تحتاج إلى هذه القيود، ولا تحتاج للمشي حتى الوصول. هناك حياة أوسع وأشمل، هناك حياة أوسع وأشمل من حياة البرزخ، وهي حياة الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لو كان حياة الشهداء مثل حياة أهل البرزخ الباقين لما ذكرها الله عز وجل وقال يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب، إذن هناك حياة أوسع وأشمل، هي حياة سيدنا الخضر. وحي في الحياة الدنيا حياته في مرتبة أعلى من هذه، من حياتنا الدنيوية. هناك حياة أوسع وأشمل هي حياة سيدنا عيسى عليه السلام. طيب، هناك حياة أوسع وأشمل هي حياة الأنبياء في قبورهم، وخصوصا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أحد يسلم علي إلى يوم القيامة إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. في لحظة بنقطع أو ثانية بنقطع فيها السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينقطع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة حقيقية، حتى قال أن سيدنا عيسى يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلئن دعاني لأجيبنه، يعني بطلع معه. فإذا محاولة من الاستهانة بقدر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل من هذا الخسيس وغيره. ثم يقول هذا الخسيس بأن فضلاته صلى الله عليه وسلم نجسة وما بعرف إيش، بيعرضها بهذا الأسلوب الذي فيه انتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حياته انتقاص. يعني يريدون أن يظهروا لنا النبي صلى الله عليه وسلم بمظهر أي بشر عادي أدى الرسالة ومات.
إذن ومما يجب اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وأنه لا يبلى جسده الشريف، وكذلك سائر الأنبياء. وقد وقع لبعض العارفين مخاطبته له ورده عليه صلى الله عليه وسلم، كما حصل مع سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه وارضاه. وهذه القصة مشهورة عند البعض. قال: ومما ينبغي أن يعرف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة في المكان المعروف بسوق الليل. هذا مما ينبغي أن يعرف، ولد بمكة صلى الله عليه وسلم في مكان معروف بسوق الليل قبيل فجر يوم الاثنين، يعني عند الفجر، فجر يوم الاثنين 12 ربيع الأول. هذا فيه خلاف، والأصح كما قال بعض الفلكيين أنه صلى الله عليه وسلم ولد في 8 من ربيع الأول، والبعض قال في 9 من ربيع الأول، لكن والبعض قال 12 من ربيع الأول، وهذا هو المشهور. لكن في هذه الأيام وفي شهر ربيع الأول، المتفق عليه والمجمع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول. طيب، واحد يقول لك توفى النبي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول. لا يمكن أن يكون توفي النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول. علماء الفلك والحفاظ أكدوا، والتصحيح أنه توفي في ثاني شهر ربيع الأول وليس في 12. فهناك في الكتابة كتب ثاني شهر ربيع الأول، ظنوا 12 ربيع الأول، فيستحيل عند الحسابات من يحسبون أن يكون يوم الوفاة هو يوم الولادة. والمتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، ونحن حينما نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم نحتفل لأن الله من علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ونشكر الله على هذه النعمة. أما الموت فإنه موت النبي أو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل من دار إلى دار، وبعد انتقاله هذا خير للأمة أيضا المحمدية، التي لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم حي فيها بإذن الله عز وجل، حي بتعاليمه، حي بمحبته صلى الله عليه وسلم. ومما يجب معرفته أنه صلى الله عليه وسلم بعث بمكة وهاجر إلى المدينة المنورة، وبها توفي ودفن، وعمره 63 سنة هجرية وليست ميلادية. قال لأن الهجري أقصر من الميلادي، يعني اللي عمره 33 سنة هجرية يعني عمره 30 سنة ميلادية، أو 32، كل 33 سنة هجرية، فرق بينها وبين الميلادية سنة، فإذا يكون عمره 32 سنة ميلادية. ومما ينبغي أيضا معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه ومن جهة أمه. فأما نسبه من جهة أبيه فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا النسب متفق عليه، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شوف انت الجد سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. كعب بن لؤي هذا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، له قول ينقل عنه ماذا قال: على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخبارا صادقا صدوقها، أو نسيت الكلمة الأخيرة، لكن
على غفلة يأتي النبي محمد، يعني في زمن غفلة يأتي النبي محمد، هذا قبل 200 أو 300 سنة قاله هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم موحدون. قال: والمتفق عليه أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وأما نسبه من جهة أمه فهو سيدنا محمد ابن آمنة بنت وهب. وهب ابن مين؟ ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. إذن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. هون من جهة أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. كلاب عنده ولد اسمه قصي. قصي هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. نفسه كلاب هو عنده ولد آخر اسمه زهرة. زهرة هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي في نسبه من جهة أبيه وأمه عند من؟ عند كلاب. لقبه كلاب لأن أكثر صيده بالكلاب فكان يجمعها لذلك، يعني هذا لقبه وليس اسمه الحقيقي. ومما ينبغي أن نعرف أولاده الكرام. أما بناته صلى الله عليه وسلم فأربع: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا، عنهن وأرضاهن وعليهم السلام. إذن زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، هؤلاء بناته صلى الله عليه وسلم. وأما أبناؤه فثلاثة: القاسم وعبد الله، عبد الله الملقب بالطيب والطاهر، وإبراهيم. فقط إبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة ماريا القبطية. أما الباقون فهم من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكل من سيدتنا خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. طيب، فائدة: أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وخالتاه اثنتان. أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وخالتاه اثنتان. وقد نظم بعضهم أسماءهم بقوله: خال النبي أسود عمير. أسود أخو السيدة آمنة، وعمير أخو السيدة آمنة. عبد يغوث ليس فيهم ضير. هؤلاء. خالاته من؟ فريصة فاختة خالاته فريصة وفاختة، والكل قبل بعثه قد ماتوا. كل أخواله خالاته صلى الله عليه وسلم ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من أهل الفترة. وأهل الفترة كل من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من أهل الفترة، لهم حكم عند أهل السنة والجماعة. قيل أنه يرسل إليهم رسول يوم القيامة، وقيل فيهم أقوال، لكن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذب هؤلاء أهل الفترة حتى يقيم الله عليهم الحجة. لكن من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن فهذا هو في النار والعياذ بالله. قال: وزوجاته صلى الله عليه وسلم. من هن زوجاته؟ أمهات المؤمنين. أول شيء التي دخل بهن صلى الله عليه وسلم، يعني تزوج ودخل بهن، سيدتنا خديجة رضي الله عنها. سيدتنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. طيب، الثانية سيدتنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. سيدتنا حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. سيدتنا أم سلمة بنت أبي أمية.
سيدتنا أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم، وسيدتنا سودة بنت زمعة، وسيدتنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، وسيدتنا زينب بنت خزيمة، وتوفيت هي وخديجة في حياته. اللي توفوا إذن زينب بنت خزيمة وخديجة توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش غير زينب بنت خزيمة. زينب بنت جحش هي ابنة عمته صلى الله عليه وسلم. وميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي. هؤلاء زوجاته، إذا هذول 11 واحدة 11 امرأة دخل بهن. يوجد من عقد عليهن ولم يدخل بهن أيضا، ممكن يكتب له 17، مثل أخت سيدنا دحية الكلبي، النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي في الطريق ماتت، لكن لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نالت شرف أن تكون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا دحية الكلبي أجمل العرب على الإطلاق، كان طبعا لا يوجد أجمل من جمال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا يوسف أوتي شطر الجمال، لكن الجمال كله أوتيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جمال النبي صلى الله عليه وسلم غطي ببرقع الكمال. هل يمكن أن ينطبق الشيخ محمد الصالح، كان زميلنا في الدراسة ومرت فترة يعني كنا في نفس الصف، يعني أن ينطلق على أهل الفترة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تصل إليهم دعوة. رأيت أنا أقوال لبعض العلماء أن من لم تصلهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليهم حكم أهل الفترة. هذه مسألة خلافية، والمسلم يعني يرجو النجاة للجميع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فنسأل الله عز وجل أن يعني إن شاء الله يكتب لهم النجاة إذا شاء الله عز وجل ذلك، وأن يعتبروا من أهل الفترة. طبعا حتى من أهل الكتاب أو غير المسلم إذا مات والله لا نشمت به، بالعكس نحزن. ليش نحزن؟ لأننا يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى جنازة يهودي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أراها إلا نفس تفلتت مني إلى النار. أنا أول ما بسمع عن موت غير مسلم، أول ما يخطر في بالي أهتم أقول كيف سيخلد في النار، وأستعيذ بالله من الخلود في النار، أعاذنا الله وأجارنا وإياكم من الخلود في النار. قالوا أعمامه صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب، أولاد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، هن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 12 عما، وهم الحارث، أبو طالب. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد اللي هو شقيق عبد الله. يعني هلا هدول أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أمهات مختلفة، ليسوا أشقاء. يعني تعرفوا عبد المطلب خلف من عدة نساء، خلف هؤلاء الأولاد، فهؤلاء الأولاد كلهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مين اللي كان شقيق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشقيق والد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عم شقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب. أبو طالب والد سيدنا علي، وإياكم شيخ الحبيب، الله يكرمك شيخ محمد. قال أبو طالب والزبير، مو سيدنا الزبير بن العوام، لا، الزبير بن عبد المطلب، وحمزة، وأبو لهب، والغيداق، والمقوم، وضرار، والعباس، وقثم، وعبد الكعبة، وحج. هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. عماته 6، إذا 12 و6 إيش صار؟ 18، وهن عاتكة، وأميمة، والبيضاء وهي أم حكيم، وبرة، وصفية، وأروى. صفية هي أم سيدتنا زينب بنت جحش، أو عفوا هي أم سيدنا الزبير بن العوام حسب ما أذكر. نعم. ويجب الإيمان بالكتب السماوية بأن نعتقد أن لله كتبا أنزلها على رسله وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأشهرها
التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. التوراة والزبور والإنجيل والقرآن هذه أشهر. يوجد كتب وصحف غيرها أرسلها الله على غير من الأنبياء لكن غير مشهورة، لكن المشهور منها هذه. ومما يجب اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه العزيز وهو القرآن الكريم من التبديل والتحريف. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. إذن حفظ الله القرآن الكريم من التبديل والتحريف. لا يمكن. سيدنا الزبير بن عوام هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخي صحيح. نعم ممكن. أنا قلت أمه يمكن السيدة صفية على ما أذكر. قال فهل أمه السيدة صفية أو غيرها من عمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن القرآن الكريم حفظ الله من التبديل والتحريف. قال: إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. نجي للقسم الثالث من العقيدة التي نقرأها، وهي في باب السمعيات. اللي بيحب يسمع أو يشاهد الحلقات الماضية هي ضرورية جدا ومهمة